وصفة النهاردة هي مش بس سهلة، هي سهلة وسريعة وخطيرة وموفرة وطعمها مش طبيعي. يعني بجد 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 فيها كل المميزات اللي تخليكم لازم تقوموا تجربوها دلوقتي حالا. يلا بينا. اول حاجة قطعت 4 بصلات 4/4 ومعاهم فلفلاية حمراء وفلفلاية خضراء وهضربهم دلوقتي في الكبة. بعد ما ضربت البصل والفلفل كده في الكبة بحطه في مصفى وارش عليه رشة من الملح وافضل اضغط عليه كده عشان ينزل لي المية بتاعته، واسيبه شويه يعني اسيبه ربع ساعه كده وافضل ادوس عليه كده كده جامد قوي عشان انا عايزه التفل من غير ما يكون فيه اي ميه. دلوقتي بقى عندي كيلو من اللحمه المفرومه، عليها 100 جرام من الليه، والليه مهمه جدا جدا في اي وصفه كفته، مهمه جدا بتديكي طعم، مش بتحسي بطعم الضاني نهائيا، انا مش بحب الضاني ودي بتديها طعم وبتخليها متماسكه، مش هتحسوا بالضاني خالص، ثقوا فيا. حطيت بقى شويه من البقدونس، يعني نص حزمه من البقدونس، وحطيت معلقه كبيره من البهارات الكفته، وحطيت رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود او زودوا براحتكم. خدوا بالكم بس لما تحطوا بهارات الكفته انها بتكون اصلا مملحه، فعشان ما تحدقش منكم الكفته، ده غير ان احنا البصل وبتاعنا والفلفل حاطين برضو عليه رشه من الملح عشان ينزل لي الميه بتاعته، فعشان الكفته ما تحدقش منكم خدوا بالكم كويس جدا من حته ان انتوا بترشوا الملح والفلفل الاسود ما تحدقش منكم. دلوقتي اهو بعد ما عدى ربع ساعه بصوا كم الميه اللي نزل من البصل والفلفل، يعني الميه دي كلها بقى هي اللي بتسيب الكفته، فعشان كده لازم تعملوا المرحله دي. دلوقتي بقى بايدينا كده بقى ونعجن كل الكلام ده كله كويس جدا مع بعض. لازم 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 نخلي كل اللحمه يعني متقلبه كويس جدا مع الليه مع البهارات مع البقدونس مع البصل مع الفلفل. نقلب بقى بايدينا كويس جدا وبعدين هوريكم. اسيب المعلقه في الاول كده، بعد كده بقى هفضل بايديا واعجن كده اهو. بعد ما عجنتها وخليتها كلها كده تتجانس مع بعض، دلوقتي بقى اهم حاجه ان احنا لازم ندخلها التلاجة نص ساعه، اقل حاجه ربع ساعه، يعني مش اقل من ربع ساعه. وبعدين نبتدي بقى نخليها نشكلها على شوكه او على خله، اي حاجه زي ما انتوا عايزين، او لو عندكم بتاعه الشوي دي مش فاكره مش مجمعه اسمها ايه، ايا كان يعني هنشكلها زي بالمتاح عندنا يعني. دلوقتي بقى جبت صينيه عندي كبيره، حطيت فيها شرايح من البصل، طماطم، فلفل حامي احمر، فلفل حامي اخضر، توم. حطوا الخضار اللي انتوا حابينه واللي انتوا بتحبوا طعمه المتوفر عندكم حطوه، وحطوا عليه رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، رشه من السماق، ورشه من بهارات الكفته، ومعلقتين من زيت الزيتون، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. الخضار ده بعد ما بندخله الفرن ونرص عليه الكفته بيبقى طعمه خطير. جبت شوكه عندي كده وحاطه فيها شويه من الزيت، يعني مخليها مشيت عليها كده بايدي بالزيت، وبعدين جبت الكفته بتاعتي وهصبعها عليها. صبعوا على اي حاجه متوفره عندكم بالشكل ده كده. حطيت معلقه من الصويا صوص ومعلقه من الصلصه على ميه البصل والفلفل كده، ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره جدا من بهارات الكفته او رشه من بهارات الكفته. بعدين بقى هدهن كده بقى بالفرشه الكفته بتاعتي. دلوقتي بقى ادخلها فرن يكون سخن الاول على درجه حراره 180 لحد بقى ما تستوي معانا، مش تاخد وقت يعني بالكتير قوي ان شاء الله نص ساعه. دخلتها بقى دلوقتي الفرن بتاعي وهسيبها لحد ما تستوي، بس كل 5 دقايق كده نفتح نديها وش من الصوص اللي احنا عملناه ده. عملت بقى جنبها سلطه خضراء بملح وخل وليمون فقط لا غير، تبقى خطيره خطيره خطيره. نفتح بقى كده ونحط فرشه كده بسرعه وش سريع، نقفل تاني. نقلب بقى الكفته على الناحيه التانية ونديها برده وش كده من الصوص عشان تبقى واخده اللون من الناحيتين وتبقى مستويه مظبوط من الناحيتين. شغلت بس عليها الشوايه كده لحد ما تاخد لون وكده تكون خلصت. جهزت بقى التظابيط بتاعت الاكل كده، طلعتها اهو بقى دلوقتي من الفرن، ونبتدي بقى نعمل سندوتشات ناكلها بقى حاف زي ما احنا عايزين. الطحينه بتاعتنا موجوده، جرجرنا موجود، سلطتنا موجوده، شيبسينا موجود، بطاطستنا موجوده. عيشوا بقى حياتكم واندمجوا، بجد بجد خطيره. لازم 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 تجربوها، واستنى رايكم واسئلتكم في الكومنتس، وهستنى لما تعملوا الحاجه دي تحطوا لي برده صور في الكومنتس. بحبكم قوي قوي قوي. يا لهوي على الحلاوه، لا 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 خطيره، مش متخيلين الريحه، حاجه كده مش طبيعيه فعلا يا جماعه، والله العظيم رهيبه رهيبه رهيبه، انتوا مش فاهمين الجمال، لازم تجربوها مش طبيعيه.